رابع عرض معايا بيظهر جدا مع السيدات، يقول لك اطرافي بتتقصف وبتتكسر وبتتني، يقول لك عامله زي المعلقه. ده نتيجه ضعف الانيميا او هيموجلوبين الدم، برضو ضعيف من الحاجات اللي ما بتوصلهاش الاكسجين كويس هي الاطراف، فتقول لك ضفري بتتكسر من اقل حاجه وبتتني. خامس عرض معايا بروده الاطراف في القدمين، يقول لك انا رجليا شتاء صيف ساقعه، في الشتاء دي مهما دفي نفسي انا على طول بارده. بروده الاطراف والقدمين من الحاجات العرض الاساسي بتاع الحديد. سادس عرض معايا اللسان، يحصل التهابات مستمره في اللثه، يحصل تورم، يحصل بياض للسان، كل الحاجات دي علامات نقص الحديد. كمان ضعف الانيميا بيعمل، او نقص هيموجلوبين الدم، الانيميا بيعمل ضعف وتكرار للعدوى، ضعف مناعه وتكرار للعدوى. يعني انا على طول بدخل في ادوار، بطلع من دور بطلع من دور تاني، سواء كبير او صغير، اطفال او حوامل او مرضعات، ادواري ما بتخلصش شتاء صيف، بطلع من دور بدخل في دور، دي ضعف مناعه حديدي قليل في جسمي. كمان ودي عرض بنشوفه كتير في الاطفال اللي تلاقيها بتاكل ورق، تلج، تاكل تراب، تاكل حاجات غير اعتياديه. لو دورت على السبب الاساسي هتلاقيه نقص هيموجلوبين، انيميا شديده عندهم، فهم بيضطروا ياكلوا الحاجات الغريبه. فلما بتلاقي ابنك بياكل حاجات غير اعتياديه او حاجات مش معروفه بالنسبه لك، تلج، ورق، قلم رصاص، برايه، الحاجات الغريبه اللي اطفالنا على طول بتحب تحطها في بقها، لو الموضوع زياده واوفر وانت شايف ان هو اوفر، حتى لو انت انتهرته، لا دور على هيموجلوبين الدم بتاعه اخباره ايه. عاشر عرض معانا طبعا الوجه الشاحب، البشره اللي مش مظبوطه، وشي مرهق، وشي كل اللي يشوفني يقول لي مرهقه وخاسه وضعيفه، كل الحاجات دي برضو، وشي مصفر، الحاجات اللي احنا دايما بنسمعها من بعض، برضو ده علامات نقص الحديد. في الحوامل تلاقي دكتور الحمل او المتابعه معاه دكتور النساء اكتر حاجه يخاف منها نقص الحديد، لان هو بيأثر مش بس على الام، بيأثر على المولود. المولود بينزل نقص، عنده نقص في الوزن شديد، او عنده نقص في المناعه، بعد الشهر بيحتاج حضانه، بعد الشهر الام بتحتاج نقل دم، كل الحاجات دي بتبقى سببها الاساسي نقص الحديد في الجسم. عشان كده معظم دكاتره النساء لما بتلاقي تحليل الهيموجلوبين اقل من 8 او اقل من 9 عند الام الحامل، بيبدا يدي اكسجين في المحلول، يدي حديد في الوريد، علشان يسرع من زياده نسبه الهيموجلوبين في الدم قبل الولاده.